ده شكل المدخل يا صديقي من بره. ده شكل المدخل المأبي من بره الغرفة، واللي بداخلها البير جوه زي ما قلت لك اهي. تمام، اللي احنا صورناه. وده بقية الفيديو. بص يا صديقي، ده المدخل اللي انا صورته لك من بره. تمام كده، مدخل مأبي لغرفة في الجبل. تمام، المدخل ده مأبي مبني من حجارة وطوب لبن. وراه على طول المدخل بتاع غرفة الغرفة. داخل كولا مصنعة. داخل كولا مصنعة. طبيعة الجبل اهو. دخل نحت في الجبل. تمام، دخل نحت في الجبل اهو. عمل غرفة ما ملهاش بقى عجنات زي ما انت شايف. وجا هنا قطع في الأرضية، عمل بير مستطيل. تمام، عمقه يتجاوز 8 متر همت. مدخل صريح اتجاه الشرق. المدخل اهو ده كده اتجاه الشرق، والدفن هنا غرب واحنا في الشرق. عشان الناس اللي كانت بتقول لك ان المصري القديم ما دفنش في الشرق، لا دفن احنا اهو. النيل هناك اهو. تمام، وده مدخل مأبي لغرفة. والغرفة بداخلها لما قلنا ان ابيار الدفن في المصري القديم بير مستطيل الشكل او مربع الشكل، اخره مدخل صريح لغرفة الدفن. ده باب غرفة الدفن على طول. باب غرفة الدفن شرق، والدفن غرب هنا يا صديقي زي ما انت شايف كده. ما جاش بقى وقال له تعالى ده مدخل على 30 40 متر زي ما بيعملوا لكم، وخليك تكسر وتوهم نفسك وعجنات وما اعرفش ايه، وتيجي في الاخر تبص تلاقي نفسك اصلا كنت شغال في طبيعة جبل مضحوك عليك. تمام، وقعدت تتكسر، صرفت فلوسك، كنت حاطط الفلوس على اساس ان هي هتجيب ملايين، جابت الفقر معاها وضحك عليك ونصب عليك وخلع بالسلامة وخلاك كسرت في الجبل يا ابن عمي. وشكرا على كده. ادي يا ابن عمي مدخل صوره لك برضو من بره، واحطه لك في اول الفيديو. مدخل من بره اهوت، المدخل مأبي لمدخل الغرفة. تمام، وادي الغرفة اهيت. تمام، عارف انت الكسر ده علامات، ده كسر الطبيعي اللي هو عمل، اللي هو فرغ فيه من الجبل. تمام، واللي نحته من البير، وده علامات يا صديقي البير التي لم يمس، وده هشرحه لك في الفيديو اللي جاي. تمام، وجي نحت بير مستطيل الشكل. اخر البير باب غرفة الدفن في اتجاه الشرق ها، والدفن هنا غرب واحنا في الشرق. كده يا صديقي، كده كلمتك عن حاجة، وجبت لك عليها دليل. الغرض من الفيديوهات ديت هي توعية الناس من مخاطر التنقيب، وعرض المقابر الموجودة هنا عندنا في مصر زيها زي المعابد والمتاحف والقطع الأثرية والكلام ده. أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول. السلام عليكم.